ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض طريقه السندوتشات البطاطس بالعيش السوري. الطريقه بتاعتنا النهارده موفره واقتصاديه كده وحاجه جميله جدا، وكل الولاد طبعا بيحبوا بيعشقوا السندوتشات البطاطس بالعيش السوري. وهنعمل كمان التوميه بتاعتنا هتبقى اقتصاديه، وهنعمل كمان مع بعض الفاهيتا الفراخ بالعيش السوري وبالعيش الفينو. وتابعي بقى معايا الفيديو علشان اقولك على كل اسرار السندوتشات البطاطس والفاهيتا، وهتطلع معاكي احلى من المحلات 100 مرة. لو اول مرة بقى بتشوفيني انا مطبخ يسر، اعملي اشتراك ولايك وفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. يلا بينا نبتدي. اول حاجة هنا معايا البطاطس، طبعا بتقطعيها صوابع كده طويلة وسط، وبتغسليها كويس لحد ما النشا بيروح منها كده والمية بتاعتها تبقى بيضة، واصفيها من المية ورش عليها الملح. وبعد كده على طول بقى في زيت كده هو سخن جدا بنزل كده بالبطاطس زي ما انتوا شايفين. اهم حاجة ان انتي تنزلي النشا من البطاطس، ورشة الملح دي كده من على البطاطس من فوق، هي برضو بتديكي قرمشة جميلة جدا، وما بنقعهاش بقى في مية ولا حاجة. انا بحط عليها الملح كده على طول. وبرده سر من اسرار برده البطاطس انها تطلع معاكي مقرمشه وحلوه. بتطلعيها زي ما انت شايفه كده، بعد ما خلاص لونها بقى احمر معانا كده بتطلعيها على مصفى. المصفى هنا لما بتطلعيها عليها غير ورق المناديل بيشرب الزيت وبتطري الحاجه، لكن المصفى هنا بتخلي معانا البطاطس حلوه وناشفه. هنا بقى هنعمل مع بعض ايه التومية. هنا معانا 4 فصوص من التوم، ومعانا كمان 3 معالق من النشا كبار، ومعانا كوباية مية، وهنقلبهم كويس جدا كده. مع تفضلي بقى وتولعي عليهم النار كده، وتفضلي تقلبي فيها لحد ما هتبقى دلوقتي زي ما هنشوف شكلها مع بعض. بصوا هتبقى عاملة زي العجينة بالظبط كده وشفافة. بصوا عاملة ازاي. هنفضل نقلب فيها كده تقلبتين. بصوا هنا كده خلاص بقت جاهزة معانا كده. هناخدها بقى على طول ونحطها في الخلاط، وما تستنيش عليها علشان ما تنشفش معاكي. هنحطها كده في الخلاط، وبعد كده هنجيب ملح، وهنجيب معلقة سكر صغيرة هنضيفها عليها، وهنجيب بقى هنا الزبادي ديت بديل المايونيز. هنا الطومية بتاعتنا يعني هي المفروض بتتعمل بالمايونيز، احنا هنوفر بقى وهنعملها بعلبة زبادي بس. ومعانا هنا هو 3/4 كده كوباية من الزيت، وبتحطيه كده بالتدريج بس كده، وتضربيها بقى كويس جدا، وكده بقت معانا احلى تومية، احلى واوفر من بره بكتير. بصوا بقت عامله ازاي. هنحطها بقى في التلاجة شويه لحد ما نخلص الباقي. هنا بقى هنعمل مع بعض فاهيتا الفراخ. هنا معايا فلفل اسود، معايا بابريكا، معايا ملح، معايا توم باودر، بصل باودر، حبهان باودر، ومعايا ورق لورا. ومعانا هنا معلقتين كبار من الصويا صوص. هنا الصويا صوص يعني لازم في الوصفة، جميل جدا وهيديكي طعم وريحة ولون ليها فظيع. وهنا معانا فص كده من الثوم. وهنقلب بقى كل المكونات، بس هنضيف الاول نص ليمونة كده، وبعد كده هنقلب بقى كل المكونات كده مع بعض زي ما انتوا شايفينها اهي. وطبعا الفاهيتا بقى بتاعتنا اهي الفراخ، بتبقى طبعا انا بجيبها كده متقطعه من عند الراجل، بقول له قطعها لي يعني الفاهيتا او للشاورما. نقطعها طبعا، وبتنقعيها في حبة ملح وليمون وحبة مية كده، وبعد كده بقى بتغسليها كويس وتصفيها بقى، ونبتدي نستعملها زي ما شفتوا. هنا بقى لو انت حابة الفراخ بعد ما تبلناها تشيلها شوية في التلاجة كده، يعني تاخد من التوابل بتاعتها ممكن. عايزة بقى تشتغلي بيها على طول، انا اشتغلت بيها على طول والطعم بتاعها بصراحة كان جميل جدا. بس كده انا حطيتها كده في الطاسة كان فيها زيت وزبدة. وتعمليها يعني ايه، تفرجيها كده في الطاسه وما تقلبيش عشان السوائل ما تنزلش منها وتنشف معاكي. هنا خلاص كده لونها كان يعني غير كده، بتبتدي ان هي تستوي معانا زي ما انتوا شايفين. اديها بس تقليبه وانزل بقى ببقيه المكونات. هنا معانا بصل جوليان اهوت، وتديله كده تقليبه مع الفاهيتا بتاعتنا. وبعد كده بتسيبيه يعني ايه دقيقتين كده بس، يا دوب يدبل معانا بس البصل. وبعد كده نضيف بقى بقيه المكونات. معانا فلفل الوان، فلفل اخضر واحمر. ومعانا هنا طماطمايه كده كبيره، انا شايله القلب منها مقطعه صغير، بس احنا ضفنا الاول هنا الفلفل الالوان والفلفل الاخضر، بس ما كانش عندي بقى فلفل اصفر من الالوان، حطيت الاحمر مفيش مشكله. وهنديهم تقليبه كده مع بعض، وبعد كده هنضيف الطماطم.
وبرده ما نسيبهاش بقى على النار كتير عشان برده الطماطم ما تنزلش السوائل بتاعتها في الفاهيتا. يعني يا دوب دقيقتين 3 كده وتروحي مطفيه عليها على طول النار. بس كده هنا بقى كانت الفاهيتا بتاعتنا ايه جاهزه تمام كده بقت معانا. هنبتدي بقى دلوقتي ان احنا نعمل ايه السندوتشات العيش السوري. هنا طبعا انا جبت هنا العيش السوري جبته بصراحه جاهز، يعني ما عملتهوش في البيت. هضيف كده هجيبه كده وهتني كده الحته اللي من فوق ديت اهي. وهبتدي بقى ان انا اجيب كده الطوميه اللي احنا عاملينها اهيت، وهفردها كده على العيش من فوق كويس. ودي بصراحة يعني كانت احلى سندوتشات عملتها، الولاد حبوها جدا، وان شاء الله عندكم برضو الولاد يحبوها ويطلبوها منك على طول، وموفرة جدا غير بره. وهنضيف بقى ايه كده البطاطس. دلوقتي احنا بنعمل سندوتشات البطاطس بالعيش السوري، وهنضيف كده المخلل الخيار. وبصوا البطاطس زي ما هي مقرمشه وما طريتش ولا عملت معانا اي حاجه. وبص هنضيف هنا برضو كاتشب عليها، وهنضيف جبنه موتزاريلا. وهنا الجبنه الموتزاريلا يعني مش في الوصفه بتاعتنا اساسيه، بس انا كانت موجوده عندي فقلت ان انا ايه احطها بالمره، يعني ايه مفيش مشكله. تمام. هنبتدي بقى نلم كده العيش من الجنبين كده، وهبتدي بقى ان انا الفه زي الرول. وادي سندوتش البطاطس كده بقى جاهز معانا. هنعمل كمان واحد برضو مع بعض. بصوا برضو هنتني هنا كده العيش، وهنعمل برضو بالتومية. وطبعا الحشو بقى زي ما انت ما بتحبي كتير قليل يعني براحتك، وضيفي زي ما انت عايزة. وهنضيف كده البطاطس اهي زي ما انتوا شايفينها اهي. وبعد كده هنحط مخلل خيار، ونحط كاتشب، وهنضيف الجبنة الموتزاريلا. وزي ما قلنا هي مش اساسية في الوصفة، عشان احنا قلنا ان هي هتبقى موفرة يعني واقتصادية، بس هي كانت موجودة عندي فقلت مش مشكلة ان انا ايه يعني احطها. بس هي عطت طعم برضو للساندوتش، اللي بقت يعني طعمه بقى حلو. نلفه بقى من الجناب كده، وهنلفه زي الرول كده زي ما انتوا شايفين اهو. وكده بقى جاهز برضو معانا. خلاص كده انا ايه بقى عملنا كده سندوتشين بطاطس مع بعض. نبتدي بقى نعمل الفاهيتا الفراخ بصوا بالعيش السوري، وبعد كده هنعملها بالعيش بقى ايه الفينو. هنا كده برضو هنضيف التوميه. والتوميه عارفين طعمها تحفه، يعني ما تفرقهاش عن بتاعه بره، واحلى كمان. وحاجه نضيفه بنبقى عاملينها يعني كده في البيت، بتبقي ضمناها. وهنضيف بقى كده الفاهيتا الفراخ زي ما انتوا شايفينها كده. وحابه تضيفي بقى بطاطس عليها ممكن، مش حابه تضيفي بطاطس مفيش اي مشكله. وهحط كاتشب برضو كده من على الوش. هنا بقى انا ما ضفتش ايه خيار مخلل، حابه برضو هتضيفي يعني ايه براحتك. وهضيف برضو الجبنه الموتزاريلا كده عليها، وهلم برضو كده العيش من الجنبين. وابتدي ان انا هعملها زي الرول كده زي ما انتوا شايفين اهي. برضو كده بقت الفاهيتا جاهزة معانا. هنبتدي بقى قلت برضو ايه انوع كده برضو من الفاهيتا، وقلت اعملها في العيش الفينو كده برضو. اللي حابب بقى بياكل بالعيش الفينو بياكل، واللي حابب ياكل العيش السوري مفيش مشكلة. اهي هضيفها كده وحطيت كمان كاتشب عليها. وبكده برضو خلاص هتبقى جاهزة معانا برضو فاهيتا الفراخ بالسندوتشات العيش الفينو. يعني هي افكار برضو حاجات انتي ايه يعني تعمليها، ومن الاكله بقى تطلعي يعني كذا حاجه كده منها. اهو زي ما انتوا شايفينها كده بقت جاهزه معانا. هنا بقى في طاسه على النار فيها رشه كده بسيطه من الزيت، وبحط كده السندوتشات العيش السوري زي ما انتوا شايفينها، وتضغطي عليها تاخد لون من تحت، وتروحي قلبه الناحيه التانية على طول بقى يعني كده زي ما انتي شايفه. تاخد برضو لون من تحت بقى وخلاص ونشيلها. ولما تحسي برضو ان الطاسه بتبقى عايزه معاكي زيت، بتضيفي برضو زيت تاني. ودي ايه كده خلاص كده. هو دلوقتي هنبتدي ان احنا هنشيلها بقى. هنا بقى بصوا خلاص كده السندوتشات بتاعتنا بقت جاهزة تمام كده. اهوت بقى بصوا واخدة شكل الجريل بتاعنا، وشبه بالظبط زي بتاعت بره في الطعم وفي الشكل، والريحة بتاعتها جميلة جدا، والولاد كلهم بإذن الله هيحبوها. وده كده بقى كان الفيديو بتاعنا النهاردة. ما تنسيش بقى تحطي اللايك وتعملي الاشتراك. ولو عجبكم بقى الفيديو لازم بقى تجربوه وتكتبوا لي في التعليقات وتقولوا لي ايه رأيكم بقى ايه فيها. مع السلامة، واستنوني بقى في فيديو جديد.